بعد كده انتقلنا إلى فكرة المحضر لما يروح النيابة لو خد رقم جنح خلاص هينزل ونفسد أمام محكمة الجنح، نبدأ الادعاء المدني. ما خدش رقم جنح، إيه اللي بيحصل؟ بيبقى إداري، بعد كده بيتحفظ، بعد كده بنتظلم من الحفظ، وممكن الحفظ ينتهي بان احنا ما ننزلش جنحه، فبالتالي بسلك الطريق اللي انا ببقى فيه قاضي ووكيل نيابه ومحامي اللي هو الادعاء المباشر او الجنحه المباشره. وقلنا خطوات الجنحه المباشره سهله، دايما بنكتب الصحيفه، وقلنا الصحيفه لابد لها 3 تقسيمات. الديباجه اللي هي فيها تكوين خاص بصاحب الشأن اللي هو بناء على طلب السيد فلان اللي هو المجنى عليه ضد المتهم، وطبعا وكيل النيابه، وطبعا قلنا نختار مين في وكلاء النيابه. الواقعه حدثت في دائره القسم التابع لي، يعني نيابه الواقع حصلت في العروضه، يبقى اختصر في الصحيفه السيد وكيل او رئيس نيابه العروضه بصفته، وبعمله في محل عمله اللي هو بسرايا النيابه. بعد كده دخلت في الموضوع، اتفقنا ان احنا بنعمل دماغه كويسه الموضوع، بنسرد فيها الواقعات، وبقول المحامي ده فنان بيرسم، يعني كل ما بترسم والصورة بتبقى أوضح كل ما تبقى الرؤية واضحة للمحكمة وتقدر توصل لنتيجة كويسة مع المحكمة في دفاعك. بتسرد بقى الواقعات إنه في تاريخ كذا، وتحكي الواقعات خاصة بالواقعة الجنائية. واتفقنا إن احنا نحط السند القانوني على ضوء قانون العقوبات. اتفقنا إن مفيش حد يقدر ما يشتغلش من غير كود العقوبات والإجراءات، خاصة وهو بيشتغل في جنحة أو جناية. يعني برضك الاثنين، إن في الجنايات برضك هنتكلم إن كل شيء مرتبط بقواعد. يعني عندي قواعد قانون الإجراءات الجنائية على أساس أشتغل فيه في بطلان القبض والتفتيش وبطلان التحريات وبطلان إذن النيابة. كل ده بيكون له سند من القانون في ضوء قانون الإجراءات الجنائية. ولما اتكلم برضك في القيد والوصف وأمر الإحالة بيكون على ضوء قانون العقوبات. ما ينفعش أقرأ قضية وأنا مش ملم بنصوص العقوبات أو الإجراءات. أنا مش بقول لك تحفظ عقوبات ولا تحفظ إجراءات، أنا بقول النهارده لو في مساهمة جنائية أو في مثلا قتل أو في، طبعا معروف في نصوص معينة في مواد عقوبة بتبدأ من 39 و40 و41 خاصة بالمساهمة الجنائية، ببقى عارف النص ماشي فيه وجاي ايه والحد الأدنى والحد الأقصى. على أساس أنا بفاجئ مثلا زميلي بقى قضية يقول لك براءتها، هو ما قالش براءة، هو بيقول براءتها دي معناها يعني ممكن ياخد العقوبة فيها 3 سنين. لو جينا للنص ممكن يكون النص الحد الأقصى للعقوبة 3 سنين. يعني انت ازاي انت بتقول براءتها 3 سنين؟ على اي اساس؟ لازم اقرا النص واشوف النص ادى ايه، يعني ايه الحد الادنى للعقوبة. يعني النهارده بيقول يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن ولا تزيد عن العقوبة، أو بالحبس والغرام أو الغرام. يعني أنا عاوز أقول يعني محدش يفتي أو يعني يقترح ويقول مقترح من غير ما يقرأ النص بتاعه. يعني دي يعني دي طمة، دي مصيبة إن أنا يعني أدي عقوبة أو أقول براءة أو أقول حكم وأنا مش قاري النص. وتاني حاجة يقول لك القضية دي ما ينفعش التصارع فيها. ليه؟ عشان كده كان المادة العلمية المرة اللي فاتت وضعنا فيها الجرائم التي يجوز فيها التصالح كاملة، وكمان تطرقنا إلى مراحل التصالح. قلنا ينفع التصالح في هذه الجرائم أمام النيابة العامة، وينفع أمام المحكمة، ولو صدر فيها حكم حتى لو كان نهائي طبعا ينفع امام المحامي العام عن طريق طبعا تقديم طلب وقف تنفيذ العقوبه. طبعا الكلام ده قلناه باستفاضه
وشرح وافي وطبعا يعني عشان نستفيد بوقتنا النهارده احنا بنذكر باللي فات. انتقلنا لمشكله عمليه بتقابل الزميل اللي هي الجرائم، وعلى وجه الخصوص في تحريك الدعوة الجنائية هناك قيود على تحريك الدعوة الجنائية بالنسبة للنيابة العامة. قلنا النيابة العامة ما تقدرش تحرك دعوة جنائية في جرائم معينة. بدأنا بنص المادة لو تفتكروا 3 الخاصة بجرائم الشكوى، وطبعا وطلعنا من نص المادة 3 نصوص قانون العقوبات الخاصة المدرجة تحت هذه المادة، وكانت على سبيل الحصر، يعني ما ينفعش القياس عليها أو التوسع فيها. وقلنا إن قانون العقوبات قيد النيابة العامة إن ما ينفعش مثلا في جرائم زنا الزوج أو زنا الزوجة أو جرائم القذف اللي احنا قلنا عليها في نص المادة 306 أو السبب 307 و308 اللي هي الخاصة بخدش العائلات على وجه العلنية في النشر. وقلنا طبعا الامتناع عن سداد طبعا المستحقات سواء نفقة صغير أو أجر مسكن أو خلافه، طبعا من جرائم الامتناع اللي يشترط فيها لازم شكوى تقدم سواء شفهية أو كتابة، وتقدم من المجني عليه أو وكيله الخاص. واتكلمنا عن اشتراط الوكالة الخاصة وقلنا ما ينفعش فيها توكيل عام. وطبعا كتير من القضايا شفناها طبعا على عدم قبول الدعوة الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، على اساس طبعا نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية اللي حددت القيود التي ترد على تحريك الدعوة الجنائية. وانتقلنا بعدها لنص المادة 8 و9 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمسألة الإذن. وطبعا قلنا إن في جرائم بترتكب يشترط فيها أن تحرك الدعوة الجنائية من قبل وزير العدل أو رئيس الجهة اللي لحق بها ضرر أو المصلحة التي لحق بها ضرر. لو اتحركت الدعوة، يعني أنا بشوف ناس تروح يقول لك إيه، هروح أعمل بلاغ لنائب العام. طيب على اساس ان في واحد سب رئيس دوله او سب مسؤول، لا انت مالكش صفه. القانون اشترط ان البلاغ ده بيقدم بناء على طلب من وزير العدل على اساس التعدي على مسؤول او ممثل او ملك دوله اجنبيه او اي شخص من الاشخاص المعتاده او المنصوص عليها في نص الماده 8. ويقول لك فلان عمل بلاغ للنائب العام ضد فلان، ما ينفعش. النهارده في قانون وضح الصفة ووضح مين يحرك الدعوة الجنائية ومن له الصفة. طبعا في الدعوة أي دفع طبعا بندفع بعد قبول الدعوة الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. طبعا وانتهينا طبعا من الجنحة المباشرة. قلنا بعد الموضوع بنضيف طبعا نصوص قانون العقوبات، وبننتهي طبعا في بناء عليه طبعا بنبقى عاملين القيد والوصف ونص المادة اللي احنا هنطالب فيها بتوقيع أقصى العقوبة. وثانيا طبعا بنطلب الادعاء المدني. واتفقنا ان في حاجة اسمها الفرق بين النصاب النهائي والانتهائي. حد في كلام؟ كام النصاب النهائي وكام النصاب الانتهائي؟ النهائي 90. لا 100. النهائي 100. خلينا 100 كده 100. مش هنجيب 90 200. 100. النصاب الانتهائي قلنا 15، عشان كده بنضيف 15,000 واحد. كل ده على اساس قلنا ان احنا لو فكرنا ان احنا نستأنف الدعوة المدنية في حالة براءة الدعوة الجنائية يبقى لينا ايه؟ حق الاستئناف. تمام؟ دي الجزئيات اللي انتقلنا فيها واتكلمنا فيها في المحاضرة السابقة. انا في حد بعت لي رسالة غريبة، يعني بيسألني انا عاوز اعرف لو عندي قضية قتل ايه الدفوع في قضية القتل؟ هل عندكم استعداد قبل ما ننتقل لطرق الطعن نقول كام دفع في جرائم القتل لازم تبقى عارفهم وتذاكرهم وتأسسهم، ولا ننتقل انا عشان الزميل بس؟ انا كتبتهم له والله على وجه السرعة وهقولهم على اساس ممكن يكون عنده فعلا جريمة قتل، يعني مش عارف يشتغلها ازاي، بس يعني هقولهم
على اساس برضك لو حابين تكتبوه، وبرضك يعني انا يعني بحب اي حد بيبعت حاجه لازم ارد عليها، الله اعلم يعني باحتياج الشخص لهذه الحاجه. انا عشان يعني مش مجال المحاضره مساله القتل العمد او الشروع في القتل او قتل مع سبق الاصرار والترصد، فانا جمعت الدفوع اللي ممكن لو حطيتها يتم اي قضيه قتل في الدنيا زي ما بيقولوا لا تخلو من هذه الدفوع. فاول دفع لو حابين تكتبوه، يعني في مشكله بتقابل واحنا في تحقيقات النيابه العامه. انتوا عارفين ان القاعده الاساسيه ان لازم اول حاجه في الجنايه حضور ايه؟ حضور محامي مع المتهم. لو ما حضرش محامي مع المتهم وعلى وجه الخصوص في بنية قتل يبقى فيه بطلان ولا مفيش؟ يبقى الدفع الاول، وده في حاله مساله وجود محامي بنقول دفع ببطلان استجواب المتهم، بطلان استجواب المتهم لعدم توافر الضمانات القانونيه المنصوص عليها في نص الماده كام؟ طبعا لازم نبقى عارفين ان عندنا نص الماده 124 من قانون الاجراءات الجنائيه، طبعا اللي هي استوجبت حضور محامي. وطبعا مش محامي فقط يا جماعه، ده له شروط، على الاقل يبقى مقيد امام المحاكم الابتدائيه وعلى وجه الخصوص في الجنايه. يعني هل ينفع محامي جدول عام، وبكل الاحترام طبعا زمايلنا جدول عام، ما ينفعش يحضر امام محكمه الجنايات؟ عشان كده برضك في مساله القتل ناخد بالنا ان نص الماده 124 دي من ضمن النصوص اللي استوجبت حضور محامي. يعني كمان خلي بالكم، يعني لما نيجي نتكلم في ضمانات الدفاع امام بالنسبه للمتهم وبالنسبه للدفاع نفسه امام محكمه الجنايات، يعني المتهم له ضمانات في الدفاع والمحامي له ضمانات في الدفاع امام محكمه الجنايات، ودي هنتطرق ليها باستفاضه. يبقى الدفع الاولاني بطلان استجواب المتهم لعدم توافر الضمانات اعمالا لنص الماده 124 من قانون الاجراءات الجنائيه ونص الماده 67 من الدستور. اللي عاوز ياسس دستوري طبعا دي مهمه جدا، نص الماده 67 من الدستور التي اوجبت هذا الحق. طيب تعالوا ننتقل للدفع الثاني. هل المتهم استصدر له اذن النيابه العامه من عدمه؟ في طبعا الدفع بطلان القبض لحصوله قبل استصدار اذن النيابه العامه. ممكن يتم القبض، ودي بنشوفها في جنايات كتيره. يعني الدفع الاولاني سيادتك هتعود اليه لشرح مصر. هذا الدفع مهم على اساس انه هو ضمانه من ضمن الضمانات، على اساس احنا بس نتطرق للدفوع المتاحه، لان في يعني محكمه النقض ممكن تنقض حكم بسبب عدم حضور، يعني عدم حضور محامي مقيد امام المحاكم الابتدائيه. بنفاجئ ان مثلا يمثل امام التحقيق محامي جدول عام، يحضر امام المحكمه جدول عام وما يتم ثبوته، ونفاجئ ان صدر حكم في الجنايه. فمن ضمن الضمانات الخاصه بالمتهم اللي اوجبتها نص الماده 124 حضور محامي. وطبعا جزئيه يعني انا شايف انها مش محتاجه شرح، لكن هي الحضور لا محتاجه شرح نظرا لان هناك جدول عام وابتدائي قاعدين. هي محتاجه، استاذن معلش، هي محتاجه شرح ليه؟ عشان اوضح له اليه حضور المحامي امام المحكمه. هشرحها. هل له اليه في الحضور هشرحها. ولا مجرد ان انا احضر واطلب مثلا استعمال منتهى الرأفه مع المحكمه؟ هشرحها، بس انا صعبان عليا بس الزميل اللي محتاج دفوع القتل وكلنا نستفاد منها، واي دفع محتاجينه فانا تحت امركم فيه، ثم هنتطرق للموضوع. لكن يعني انا الراجل اللي استحلفني، فانا من باب اولى لازم اقول الدفوع دي. الله اعلم ممكن يبقى عنده جلسه بكره بعده، فاضطريت ان انا اولى. بعد كده الدفع الثالث بطلان محضر القبض لخلوه من بيان الواقع. في وقعات كتيره جدا محضر القبض بيتم القبض على المتهم، الجريمه ترتكب في دائره وليكن اسم امبابه، ويتم القبض على المتهم في محله او موطنه او في سكنه في طنطا. طبعا
جه وسافر وارتكب الجريمه ورجع تاني، لازم طبعا بيان الواقع ده مهم جدا. الدفع الرابع وده بنقابله كتير جدا وبنشوفه في واقعات اللي خاصه ببطلان الاعتراف. وكان خلاص بقى زهق من التعذيب ورايح جاي كل يوم النيابه والاسم وتجديدات، خلاص فاض بيه، بيضطر انه يعترف رغم انه ما ارتكبش الواقعه. يبقى في دفع بيقول بطلان الاعتراف الصادر لابتنائه على اجرام باطل. بطلان الاعتراف الصادر لابتنائه على اجراء باطل. الدفع الخامس عدم توافر سبق الاصرار. يعني النهارده يعني دي قصه لوحدها، سبق الاصرار، يعني واساتذتنا كتبت في مساله سبق الاصرار والترصد في كتب كتيره، وهقول لكم احسن كتاب يعني نقرا فيه مساله المساهمه وسبق الاصرار والكلام ده. الدفع السادس عدم وجود اقتران. ده دفع لوحده مهم جدا. في ترتيب الدفوع يعني ما يفوتناش انتفاء القصد الجنائي، ده دفع مهم، الدفع بانتفاء القصد الجنائي. بعد كده طبعا ممكن يكون الجريمه اساسها، ممكن واحد يكون رايح يسرق، قبله المجني عليه قتل، او كان عنده، طبعا يبقى كده عدم مثلا ايه، ممكن تدفع بعدم توافر جريمه السرقه في الاوراق، كان نيته يسرق، اتصادف مع المجني عليه خلاص قضى عليه. وطبعا بتبقى فيه كذا روايات، انت بتبكي ممكن تبقى عدم توافر جريمه القتل، عدم توافر جريمه السرقه، عدم توافر جريمه الاكراه التوقيع. واحد مثلا في واقعات كتير اتفق مع الزوجه خلاص ان الزوج ده خلاص نخلص منه ونكتبه على ايصالات امانه عشان يطلقك وكمل انا معاك. واقعات كتيره الشيطان فيها له دور، رغم انه يعني والعياذ بالله كان ممكن تتطلق او الكلام ده كله بدل القتل او توصل لقتل الزوج عشان يبدا الارتباط والزواج يعني بدل من العلاقه غير الهزيمه والعياذ بالله. بعد كده بطلان التحريات لعدم جديتها. طبعا ناخدوا بالكم مساله التحريات، ممكن جريمه تحصل النهارده والتحريات تتكتب النهارده، فين جديه التحريات؟ هو نزل امتى وجمع تحريات وامتى وسال الجيران امتى وفض الكاميرات امتى وبدا يجمع؟ الكلام ده كله لازم ناخد بالنا من التوقيت الزمني لمساله التحريات على وجه الخصوص. خاصة بعد كده طبعا قلنا عدم توافر سبق الإصرار. بعد كده تاريخ تحديد الوفاة، يعني في دفع بندفع بيه دايما، الدفع بعدم تحديد تاريخ الوفاة من قبل الطب الشرعي، من قبل الطب الشرعي. طبعا هذه الدفوع لما يتم الدفع بها أمام محكمة الجنايات فيستوجب على المحكمة أن ترد على هذه الدفوع طبعا وردود صائغة ولها أساس من القانون. هرجع لفكرة الضمانة الأولى اللي الزميل طلب توضيحها، الخاص بنص المادة 124 من قانون الإجراءات. طبعا يا جماعة يعني كل الاحترام لزميل الجدول العام، ما يعني هو شجاع بس أنا مش عاوز يجازف ويروح يحضر في جناية القانون ما استوجبش حضوره فيها، فبالتالي فمن باب أولى ياخد باله من هذه الجزئية، لأن دي بتحمله مسؤولية كبيرة، لأن أنت بصدد جناية والجناية دي قد تؤدي إلى إعدام شخص خاصة لو قتل عمد، أو في الزج بشخص في براسن الاتهام في واقعة ممكن تكونش ما ارتكبتش لكن مليش وجه من الدفاع. فبالتالي ناخد بالنا منها وناخد بالنا من مسألة الدفوع. أوعدكم يعني إن شاء الله هنعمل محاضرة يعني خاصة بالقتل العمد والشروع. أحسن الكتب بقى اللي يعني تقروها في المساهمة الجنائية، يعني كتاب ممكن يكون يعني هتلاقيه أو مش هتلاقيه، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية. الكتاب ده يعني كنت حاضر في موقعة الجامعة وقدمناه حفظة مستندات للمحكمة. الكتاب ده بتاع خاص بأستاذنا الدكتور محمود نجيب حسني، مساهمة الجنائية في التشريعات العربية. بجانب هذا الكتاب طبعا نظرية البطلان، ودي كانت رسالة الدكتور أحمد فتحي سرور، رسالة الدكتوراه بتاعته من أحسن الكتب اللي كتبت في البطلان.
رسالة الدكتور أحمد فتحي صالح. الكتاب الثالث ومهم ومحترم النقد الجنائي للدكتور أحمد فتحي سرور. يعني مفيش حد لا يستعنش بهذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يعني يتكلم في الخطأ في الإسناد، والإخلال في الدفاع، والقصور في البيان، والفساد في الاستدلال. وطبعا وده مهم جدا في نقد الأحكام الجنائية، فأنا بستفيد منه. مفيش قاضي ما بيشتغلش من هذا الكتاب، مفيش محامي بيكتب نقد لو بيرجع لهذا الكتاب، نظرا لأن الكتاب خصص في هذه المسألة. هنرجع لموضوع محاضرة اليوم اللي هو طرق الطعن في الأحكام الجنائية. طبعا كلنا عارفين ان في طريقين للطعن في الأحكام، يعني بالمبسط جدا طريق عادي وطريق غير عادي استثنائي. الطريق العادي فيه حاجتين: المعارضة والاستئناف. الطريق غير العادي فيه التماس إعادة النظر وفيه النقد. طيب طبعا نبدأ بأول الطريق، وأول الطريق المعارضة. طبعا المعارضة لها تعريف مبسط جدا من كلمة أولى. المعارضة أولى أو أول درجات الطعن، وتعرف المعارضة بأنها الطريق الأول للطعن في الأحكام الغيابية في الجنح والمخالفات. ليه أنا ما قلتش الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات؟ أنا قلت في الجنح والمخالفات، ما قلتش في الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات، لأن ممكن يكون في جنحة والجنحة منظورة أمام محكمة الجنايات ويصل فيها حكم بإدانة المتهم من قبل محكمة الجنايات. عشان كده قلنا الصادرة في الجنح والمخالفات، ما قلناش إنها صادرة من محكمة الجنح والمخالفات، لأن في جرائم بتنظرها محكمة الجنايات. طيب تقبل المعارضة من مين يا أساتذة؟ من المتهم. ومين تاني؟ والمسؤول عن الحقوق المدنية. طب عندنا أطراف تانية في الدعوة الجنائية، مش في المجني عليه وفي النيابة العامة. طب ليه المجني عليه ما بتقبلش منه المعارضة؟ في نص في القانون حدد ان الدعوة الجنائية لا تقبل، المعارضة في الأحكام الجنائية لا تقبل من المجني عليه. دي حاجة. طيب مين تاني؟ النيابة العامة. هل ينفع تعمل المعارضة في هذا الحكم؟ ما ينفعش، لأنها في تشكيل الدعوة الجنائية. تمام؟ طيب هنقول لكم سؤال وهنتوقف للأذان وبعد كده هنرجع. طيب احنا قلنا تقبل المعارضة من المتهم والمسؤول عن الحقوق. طبعا السؤال كنا بنقول من هو المسؤول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في نص المادة 398. حد يعرف؟ احنا قلنا في متهم، وقلنا في مجني عليه، وقلنا في نيابة. طب النص حط شخص اسمه المسؤول عن الحقوق المدنية. اتفضل. ممكن يكون المتهم نفسه. نعم. المتهم نفسه او الغير. لا هو بص، هو النص بيقول ايه؟ يعني انا برضه يعني استاذنك او تعالى اتفضل. انت تيجي هنا ازاي؟ النص قال ايه؟ تقبل المعارضة من المتهم والمسؤول عن حقوق المدنية. المقصود بالمسؤول عن حقوق المدنية هو كل شخص مكلف بشخص. هو كل شخص مكلف أن الحكم سوف يعود عليه بسداد قيمة التعويض، وهي مثلا دي مثلا زي مسؤولية التابع عن أعمال متبوعين. النهارده لما يكون في حادث سيارة وسائق السيارة صدم واحد، فأنت بترجع عليه مسؤولية تقصيرية. لا احنا بنتكلم مسألة المدني بقصة ثانية، لكن انا بتكلم المسؤول عن حقوق المدنية. من هو المسؤول عن حقوق المدنية؟ هو المتهم والمسؤول عن حقوق المدنية. انا هقول لحضرتك انت هو ده اللي مسؤول عن حقوق المدنية. كمل. زي مالك العربية
هو مش هو اللي عامل الحادث، بس هو ملك العربيه، فبترجع عليه مسؤوليه ايه؟ حراسه اشياء، فاصبح هو المسؤول عن الحقوق المدنيه، وبالتالي هو مضروب من الحكم الجنائي. طب ازاي لو هو بقى مسؤول عن الحقوق المدنيه ومالك السياره، ازاي هتتقبل منه المعارضه؟ خليني بقى معاك. هو هيرجع عليه بقيمه التعويض. لا يا فندم، بعد اذن حضرتك، احنا اتعلمنا ان مبدا شخصيه العقوبه، وقلنا لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، والقران قال ولا تزر وازره وزر اخرى. زي الفل. ينفع اجيب مالك السياره والسواق اللي سايق السياره اقول له تعالى اعمل معارضه؟ انا بتكلم في النص بيقول تقبل المعارضه من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنيه. هي الجزئيه هنا ان انا في حد ارتكب فعل جنائي، لكن هذا الشخص غير كامل الاهليه. واخد بال حضرتك؟ يبقى ايه هو الشخص المكلف برعايه شخص في حاجه الى الرعايه. النهارده مش احنا عندنا حاجه اسمها الولي وعندنا الوصي طبعا، والفعل ممكن ترتكب من شخص في حاجه الى الرعايه سنه اقل من السن القانوني للمساءله، فبالتالي بيعمل المعارضه. دي حاجه. الحاجه الثانيه حد متعين مثلا على حد محجور عليه، او حد يعني في حاله جنون او في حاله عته او فبالتالي النص هنا موجه للمسؤول عن الحقوق المدنيه هو كل شخص مكلف برعايه شخص في حاجه الى الرعايه، في حاجه الى عشان كده. نعم فندم. الاتهام يكون ضد مين؟ الاتهام في الحاله دي بينزل هو المتهم، لان هو اللي ارتكب الفعل. واخد بال حضرتك؟ اللي هو المتهم، لكن المتهم غير قادر على ان يقوم بهذا الاجراء. يبقى في حد اسمه المسؤول عن الحقوق المدنيه هو اللي بيجري هذا الاجراء على اساس الصفر. مش النهارده مش في توكيلات يا جماعه بنطلبها من اساتذه، يعني توكيل عام عن نفسك وبصفتك ولي طبيعي على ابنك القاصر، بصفتك وصي على كذا، او في اتهام بتقول مثلا ده والله ده الراجل ده مجنون وعاملين له حاجه، او الراجل ده له ظروف معينه واحنا جبنا المحكمه وخصصنا قرارات معينه واصبح في حد مسؤول عنه في اجراءاته وتصرفاته. واخدين بالكم؟ هي الفكره المقصد القانون في هذه الجزئيه اختار المتهم والشخص اللي ممكن يمثله في حاله ان المتهم مش متوافر فيه الشروط القانونيه لاجراء الطعن. طبعا وده ما بيسريش بس على الاحكام الغيابيه، برضه هنشوفه الاحكام الحضوريه وهنشوفه في مسائل اخرى يعني. تمام؟ طيب هنقرا. انا مش عاوز اقرا النص، عاوز اقول على طول على اساس مساله الوقت. يبقى المعارضه هي اول اجراء من اجراءات الطعن في الاحكام الغيابيه الصادره من ولا من محاكم ولا في المخالفات والجنح؟ في المخالفات والجنح. قلنا والمعارضه خلال 10 ايام من تاريخ الاعلان، ودي هنفصل. يبقى النص وضح الخصوم اللي له حق المعارضه المتهم، اللي له حق المعارضه المسؤول عن الحقوق المدنيه. النيابة العامة ليس لها حق في المعارضة لأنها شريكة في تشكيل الدعوة الجنائية. المجني عليه بنص في القانون بعد هذا النص على طول قال لك لا يجوز للمجني عليه طبعا إن هو يعارض في هذا الحكم. طبعا الهدف من المعارضة طبعا مشرع عمل المعارضة على أساس إن الحكم بيصدر غيابي، فبالتالي فمن باب أولى من المتهم أن يطلب إعادة محاكمته مرة أخرى في قضية أو في حكم صدر ضده غيابيا. قد يكون هذا الحكم ضعيف، قد يكون هذا الحكم لم يسمع دفاعه، قد يكون هذا الحكم صدر من قاضي لم يقرأ. فبالتالي الإجراء أو العلة من المعارضة إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام المحكمة التي أصدرت هذا الحكم. دي فكرة المعارضة منصوص عليها في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية. هنقرأ النص طبعا، بس أنا عاوز أنتقل بعد. إحنا قلنا يعني إيه معارضة؟ طيب إزاي نقرر بالمعارضة؟ النهاردة بيجي لك حد كتير من الناس يقول لك يا أستاذ والله أنا عامل لحضرتك توكيل، وأنا النهاردة كنت رايح أرخص العربية بتاعتي
او كنت في المطار، وبعد الاطلاع على البطاقه الرقم القومي قالوا ان في حكم